تخيل معايا المشهد ده. انت قاعد في لجنة الامتحان، المراقب بيقول فاضل 10 دقايق وهلم الورق، وانت بتبص في الورقة بتلاقي نفسك مش حالل نصها، بتبص يمين وشمال تلاقي الكل دايس وبيكتب، وانت عمال تندم وتقول يا ريتني ذاكرت من أول السنة، يا ريت الزمن يرجع بيا أسبوع واحد بس. فجأة بتسمع صوت المنبه، بتصحى تلاقي نفسك في السرير، وبتبص في التاريخ تلاقي فعلا فاضل أسبوع على الامتحان. الحلم ده مش كابوس، ده فرصة تانية جاتلك من السما. بس السؤال المهم، هتعمل ايه في الأسبوع ده؟ هل ينفع تلم اللي فاتك وتجيب مجموع؟ أنا جاي أقولك إن الإجابة أيوة ونص. النهاردة هقولك الخلاصة اللي تخليك تذاكر بذكاء مش بمجهود، وتدخل الامتحان وانت حاطط رجل على رجل. قبل ما ندخل في الزتونة، لو انت مهتم تطور من نفسك وتعرف ازاي تنجز في حياتك الدراسية بأقل مجهود، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، عشان الفيديوهات اللي جاية هتنقلك في حتة تانية خالص. ويلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، أول حاجة لازم نتفق عليها إن المذاكرة مسؤولية مش حب. مفيش حد بيحب المذاكرة بالفطرة، بس في حد بيعرف يسوق دماغه صح. أولاً، حيد مشاعرك، بلاش تستنى المزاج يجي عشان تذاكر. المذاكرة زي الشغل، هتذاكر يعني هتذاكر سواء مودك ليه أو لأ. ثانياً، انسى المثالية، مش لازم المكتب يكون مترتب بالملي ولازم ابدأ الساعة 8 بالتانية. ابدأ دلوقتي بالإمكانيات اللي معاك. ثالثاً، قانون 20-80. عمنا باريتو بيقولك إن 20% من المنهج بيجي عليه 80% من درجات الامتحان. طب تعرف 20% دول منين؟ امتحانات السنين اللي فاتت يا بطل. شوف إيه اللي بيتكرر وركز عليه أولاً. طب إزاي تقسم أسبوعك صح؟ ابدأ باليوم الأول كيوم التنظيم. هات ورقة وقلم، اكتب كل الدروس اللي وراك وصنفها بالألوان: أحمر للدروس الصعبة جدا، أصفر للمتوسطة، وأخضر للسهلة. في المذاكرة الفعالة استخدم تقنية 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق بريك. ومهم جدا تبدأ بالصعب في أول يومك وانت في قمة تركيزك. خلص على الوحش الكبير عشان لما تتعب تلاقي اللي فاضل حاجات سهلة ومقدور عليها. وخد مني الخدعة دي، قبل ما تذاكر الدرس اقرأ أسئلته الأول. مخك هيلقط النقط المهمة وهو بيقرأ الشرح كأنه بيدور على كنز تايه وسط الكلام. وعشان المعلومة تثبت وما تطرش بعد ساعتين، محتاج تطبق كذا حاجة. أولاً، شرح الطفل ال10 سنين. أي حاجة تذاكرها تخيل قدامك طفل صغير واشرحها له بصوت عالي. لو عرفت تبسطها يبقى أنت فهمتها بجد. ثانياً، الخرائط الذهنية. بلاش الدش والهرر الكتير، لخص الفصل كله في صفحة واحدة عبارة عن دوائر وأسهم. عينك لما بتشوف الشكل ده بتفتكر الكلام تلقائي في اللجنة. ثالثاً، الورقة والقلم. المذاكرة بالعين دي بلح، إيدك لازم تتحرك وتكتب عشان تشغل كل حواسك وتجبر مخك يركز. رابعاً، المقارنات. لو عندك تعريفين شبه بعض اعمل جدول مقارنة فوراً، ده السد المنيع اللي بيمنع التداخل في المعلومات جوه دماغك. ونيجي بقى للمهم، الموبايل ده عدو النجاح الأول في وقت الزنقة. الموبايل لازم يتمحي من قدامك، يتحط في أوضة تانية أو يتقفل خالص. نوتيفيكيشن واحدة كفيلة تضيع تركيز ساعتين تعبت فيهم. أما النوم فأوعى تطبق قبل الامتحان، المعلومات بتتنقل للذاكرة طويلة المدى وانت نايم. لو ما نمتش هتدخل اللجنة أبيض يا ورد، ناسي كل حاجة. اصحى بدري الساعة 4 أو 5 الفجر، الساعتين دول فيهم بركة ومنجزين أكتر من 10 ساعات بالليل. وبالنسبة للأكل، ظبط أكلك وبلاش الأكلات اللي بتعمل خمول زي المحشي والمكرونات التقيلة. خليك في الخفيف، خضار، فاكهة، مكسرات، ومية كتير طول الوقت. وفي الآخر لازم تعرف إن الامتحان مجرد مرحلة وهتعدي. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. افتكر دايما إن لكل مجتهد نصيب، وحتى لو بدأت متأخر ربنا بيبارك في السعي الصادق والنية الصافية. قوم دلوقتي، اقفل الفيديو ده، هات كتابك وسمي الله وابدأ. انت قدها وهتفرحنا بمجموعك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك المتين، وشارك السكريبت أو الفيديو ده مع صاحبك المزنوق زيك عشان تنقذه هو كمان. بالتوفيق يا أبطال، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.